أطفال قرية الفطيري، مسجد قرية الفطيري. غصب عنك يا أسد، حرية للأبد غصب عنك يا أسد، حرية للأبد غصب عنك يا أسد، حرية للأبد غصب عنك يا أسد. بالروح بالدم نفديك سوريا، بالروح بالدم نفديك سوريا، بالروح بالدم نفديك سوريا، بالروح بالدم نفديك سوريا. المهم أنت الإرهابي، لا يوم الإرهابي، المهم أن نكسب والعالم يصدق. ألا تشاهد التلفاز وقد ساوى العالم بين حجاراتكم التي لا تصيب ورصاصتنا التي تميت. مهلا، حجار الحق أقوى من رصاص الظلم. سيداتي وسادتي، سنقدم لكم نشرة موجزة عن الأحداث التي تجري في سوريا، ومعنا ليخبرنا بذلك ضيفانا ميمو واحد وميمو اثنين. سيد ميمو واحد، ما آخر المستجدات على الساحة السورية؟ في الحقيقة خرجت مظاهرة حشدة في قرية من قرى جبل الزار، قامت قوات الشبيحة بإطلاق النار عليها، فأدى ذلك إلى مقتل 2 وإصابة آخر. فقام أحد المتظاهرين بضرب الجنود بالحجارة والآخر ضربهم بالمقلاع. وهنا نقول: من ضرب بالحجر فإنه إرهابي صغير، ومن ضرب بالمقلاع فإنه إرهابي لا ينكر إرهابه. فنكون بذلك قد ساوينا بين الجلاد والضحية. شكرا لك سيد ميمو واحد. سيد ميمو اثنين، ما هو الحل برأيك؟ على مجلس الأمن أن يسارع بإرسال قوات حفظ السلام لردع أصحاب المقاليع التي لا تميز الحجارة بين صغير وكبير وشيخ وضرير، وحتى الطيور لم تسلم من الصفير. نشكر ضيفينا ميمو واحد وميمو اثنين على هذا التقرير الواضح والكاشف لما سنؤول إليه التقارير، ونشكر من حضر ليسمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفال قرية الفطيري من مسجد قرية الفطيري، 15/3/2013.